السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عملت شوية ممبار عسل عسل، حاجة كده يعني شغل فاخر من الآخر. فقلت ايه اوريكم بقى الممبار شكله عامل ازاي. بصوا ريحته ولا الحمام المحمر، اللهم بارك اللهم بارك. بصوا، وكل حباية رز بحبايتها، كل حباية بحبايتها. بصوا بسم الله ما شاء الله. موضوع عميل الممبار ده طلع سهل جدا، ومش محتاج كل الدبكة اللي احنا بنشوفها دي، كل الفيديوهات التجيلة اللي عمالة تقول سر الممبار وخلطة الممبار ولا اي حاجة من الكلام ده كله. هو الممبار ما الا انك تنضفيه كويس، بعد كده خلطته هي خلطة المحشي العادية. شوية رز عليهم شوية خضرة، شبت وبقدونس وكزبرة كده حلوين، زي ما تحبي. تحب الخضرة بتاعته كتيرة، تحب الخضرة بتاعته قليلة. أهم حاجة إنك تكوني منضفة الممبار تنظيفة محترمة. تمام. وانتوا طبعا كلكم اساتذه في النظافه، بسم الله ما شاء الله، مش هعدل على حد يعني، ده انا اخيب واحده فيكم. خلاص. بعد كده بقى انا بعمل ايه؟ التجليه بتاعت التخديعه اللي هي بتاعت المحشي، بعملها وبحطها على الرز والخضره، وتجلبيهم تجليبه حلوه بقى، وحطي بهاراتك، بهري براحتك. كل البهارات اللي تحبيها، اللي تحبيه واللي تقول لك عليه، اللي حد يقول لك عليه ده حلو وبيفحفح كده في الممبار، حطيه. احنا عايزين الناس كلها تشم الريحة، عايزين الناس والجيران الدنيا كلها تشم الريحة، انا عايزين كده الدنيا تبقى زي الفل. خلاص. بعد كده بتحشيه. ماشي. بعد ما بتحشيه بتروحي تجيبي خلة من اللي هم بخلة سنان، او اللي هي الخلة اللي هي بتاعت الشيش طاووق، تاخدي تخرميه بقى دي مش مصورة الحتة دي. وانا عندي هنا شوية شوربة فيهم حتة دهناية. الشوربة دي يعني شوربة كانت دسمة كده، وفيها شوية بهاراتها وحاجات. خلاص. وفيها يعني هي متكاملة، حتى عظم الفراخ كنت سلقاه حطاه معاه يتسلق، كله ينكه. بعد ما بتحشيه بتنزليه في الشوربة. في اللي بيقولك لا تحطيه في شوربة، حطيه في مية وما تحطيهوش في شوربة، اصل الملح بيخليه يفرجع. لا، انت لو حشيتيه زيادة عن اللزوم ماشي. هيفرجع. لكن انت لما تحشيه حشو معتدل، يا دوب توزع الرز كده كأنه طبقة خفيفة خالص فيه، مش هيفرجع منك. بعد كده تطلعيه من الشوربة، بعد ما يستوي تطلعيه وتصفيه وتحطيه في الزيت وتحمريه. هو ده اسهل طريقة لعمل الممبار. انا ما حبيتش اطول عليكم، لان عارفة انا فيديوهات الاكل اللي بعملها مش بتعجب حد، ما عليهاش اقبال كتير، فما حبيتش ان انا اعيد وازيد في الحوار يعني، او ان اوريكم خطوات بقى واتعب نفسي واتعبكم معايا. المهم اتفضلوا معايا بقى الممبار. النهارده الغدا بتاعنا حاطين فيه ممبار. اشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.